السلام عليكم. لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها منى كيتشن. هنعمل مع بعض النهارده البسكوت الجميل اللي قدامكم ده بطريقه سهله جدا وبسيطه. بس في الاول نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المكونات بتاعتنا النهارده 500 جرام من الزبده. الزبده بتاعتي هنا درجه حراره المطبخ، ومعايا دقيق. انا بستخدم دقيق الكوثر او اي دقيق متاح بالنسبه لك، المهم ان يكون استخراجه 72%. تمام. معايا كمان معلقه لبن بودر تدي تيست حلو قوي، ومعايا كمان ربع كيلو من السكر البودر، ومعايا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ومعاهم كمان بياض بيضه، ومعايا كمان فانيليا، ومعايا اسانس حليب. تمام. هستخدم من الدقيق كيلو الا ربع، يعني انا عندي كيلو الا ربع من الدقيق، نص كيلو من الزبده، 4 بيضات وبياض بيضه بدرجه حراره المطبخ، ومعايا كمان اسانس الحليب زي ما قلت لكم اهو، ريحته تحفه، ومعايا طبعا فانيليا، ومعايا ذره ملح، ومعايا السكر البودر. السكر البودر هنا لازم يكون منخول. هسيب لك المكونات كلها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. تمام. اول حاجه هنعملها، هنجيب الوعاء بتاعنا اللي احنا هنعجن فيه البسكوت بتاعنا. هناخد كده الزبده، الزبده زي ما قلت نطلعها من التلاجة، نسيبها شويه تاخد درجه حراره المطبخ، وبعد كده نشتغل فيها. تمام. بس هنبدأ بقى ناخد الزبدة وهنبدأ نضربها عندنا شوية قبل ما نضيف السكر البودر. هنشغل الكف وهنبدأ نشتغل، نديها ضربتين كده 3، وبعد كده هنبدأ نضيف السكر البودر بتاعنا. هنزل بالسكر البودر. تمام كده، وهبدأ اشتغل. وكده انا ضفت البيض، وبعتذر ان المقطع ده ما تنزلش معاكم. ضفت البيض بيضه بالفانيليا وباسانس الحليب الخليط كده. تمام. هبدا انزل بالدقيق بتاعي، وهبدا الف العجان، بس الدقيق يختفي مش هعجن، وهوقف ضرب. تمام كده زي ما انتوا شايفين، واحده واحده. خلاص كده تمام، الدقيق بتاعي اختفى. ده قوام العجينه. تمام. هجهز بقى الكيس الحلواني بتاعي والفورمه الخاصه او المشط الخاص بالبسكوت. تمام. طبعا انا سبت البسكوت بس يريح حوالي 10 دقايق عبال ما جهزت السيجان بتاعتي، وفتحت الفرن بتاعي على درجه حراره 180. البسكوت بتاعي هيخش على درجه حراره 160، هيقعد ان شاء الله 35 دقيقه ل 40 دقيقه، وهياخد معاكي اللون الحلو. انا كده ببدا املى كيس الحلواني. والمعلومه ان انتي الكيس الحلواني بتاعك يفضل ان انتي تستخدمي الكيس اللي هو بيبقى مشمع من جوه وقماش من بره، بيدي نتيجه حلوه جدا. علشان اي حاجه تانية بتشرب الزبده، بتخلي الزبده تشتغل في العجينه، متعرفيش تشتغلي فيه طبعا. وده المشط الكبير بتاع البسكوت، فيه منه 3 احجام، انا استخدمت الحجم الكبير. تمام كده. وهقول بسم الله. وزي ما انتوا شايفين بقى كده، فوق ما بيبقاش واصل العجين لفوق خالص، بقسم العجينه كده واجي من تحت اخد ربع الكيس وافضي الهواء منه، وابدا اقول بسم الله واوسع لكم بس كده شويه. وزي ما انتوا شايفين اهو، التشكيل سهل جدا جدا وبسيط. تمام. تقدري تعملي الطول اللي حضرتك عايزاه. ده بالنسبه لشكل المشط العادي. تمام. هنعمل مع بعض، ولو في اي زياده عادي بتشيليها بالسكينه براحتك خالص. هنعمل مع بعض بقى الشكل زي ما انتوا شايفين كده. هندي نعمل تعريجات جامده كده، كشكشه بتدي برضو شكل حلو قوي. وهنبدا نعمل مثلا شكل زي الزجزاج كده، برضو بيبقى شكله حلو قوي قوي في البسكوت. تقدري تعملي افكار كتير. تمام. دول 3 اشكال حلوين بجد، وهتشوفوهم ان شاء الله باذن الله. اول ما يستوي هتلاقي شكلهم حلو قوي. تقدري تعملي زي ما قلت لك اي شكل انت بتحبيه. المتعارف عليه هو الشكل المشط العادي جدا، اللي هو اللي انا بعمله دلوقتي ده، اللي هو الساده ما فيهوش اي حاجه. انا بالنسبه لي عملت ال3 اشكال تشكيله كده للبسكوت بتاعي. طبعا عايزه اقول لك ان صنص الحليب مديله بجد ريحه تحفه وطعم جميل جدا. حتى وانا بفتح الازازه فعلا الريحه كانت جامده. واول ما اشتغل والبسكوت معايا اشتغل، والاسانس الحليب طلع تحفه. طبعا احنا المقدار ده حطينا له معلقتين كبار من اسانس الحليب. تمام. هو موجود دلوقتي عند اي مستلزمات حلويات، هتلاقوه بسهوله جدا جدا، او عند اي عطار انت واثقه منه. هنكمل بقى زي ما انتوا شايفين السيجون كده.
بنفس الشكل لحد ما اخلص تشكيلة الصاج بتاعي. وبعد كده هسيبه واهو زي ما انتم شايفين. وطبعا هسيب زي ما قلت لك هسيبه فرق كده حلو بين كل بسكوته والتانيه. طبعا انا ما بحطش بيكنج باودر في البسكوت بتاعي. هبدا بقى كده زي ما انتم شايفين، وريتكم الشكل اهو من قريب. الثلاث اشكال بتوعي هندخلهم بقى زي ما قلت على درجه حراره 160 35 دقيقه. وده شكل البسكوت ولونه. انا ما فتحتش الشوايه، انا مجرد ان انا حطيت البسكوت بتاعي في الفرن على درجه حراره 160 وسبته لمده خد معايا من 35 ل 40 دقيقه. بجد ده طلع لونه تحفه، وعايزه اقول لك الريحه طالعه تحفه بجد، والقرمشه رهيبه زي ما انتم شايفين. شكله البسكوت بيتكلم عن نفسه. وكمان انا مش بشغل الشوايه خالص، بحط في الرف اللي في النص بالشكل ده. هنقدم بقى البسكوت بتاعنا ونحتفظ بيه في علبة محكمة الغلق عشان يفضل هش ومقرمش زي ما هو. جربيه وان شاء الله باذن الله هيعجبك. بجد احلى كتير من اللي بره، وقرمشه فظيعه وهشاشه ملهاش حل. هنقدم بقى البسكوت بتاعنا دلوقتي مع بعض. بسكوت الفانيليا او بسكوت الزبده بالفانيليا، طعمه تحفه. دي كانت حلقتي ليكم النهارده. بسكويت العيد بالزبده بالكيس بريحه الفانيليا. بجد عايزه اقول لك الريحه ملهاش حل. ودي الاشكال اللي انا عملتها معاكم النهارده، 3 اشكال. اتمنى يا رب ان الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبك. لو وصلتي بقى لهنا وحسيتي ان انت استفدتي معايا وبجد الفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. لو لسه اول مره بتشوفيني، انا قناتي اسمها مونيتا كيتشن واسمي منى احمد. لو حبيتي القناه وحبيتي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وكمان تشتركي في القناه عشان توصلك كل الوصفات وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.